السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي دفعة 2026. النهاردة أول حصة لينا في المراجعة النهائية بتاعة الترم الأول، والنهاردة هنراجع الجبر بالكامل. بس قبل ما نراجع الجبر عايزك تنزل تحت هتلاقي لينك كوميونتي الواتساب، ادخل فيه عشان لو عندك أي سؤال نجاوبك عليه أول بأول، وأي استفسار يخص المادة، وكمان اللينكات بتاعة الحصص هتبقى من أوائل الناس اللي هتشوفها. وكل المطلوب منك تحضر ورقة وقلم وتشير الحصة دي لزمايلك، لأن الحصة دي مجانية تماما، والهدف منها إن هي معمولة لله، فما توقفش الخير عندك وعرف زمايلك بيه. كوباية الشاي بطل، ورقة وقلم، ويلا بينا نبدأ. الجبر عندك يا سيدي كان متقسم ل7 دروس. أول درس عندنا كان معادلات الدرجة التانية، اللي هو كان مراجعة على اللي خدتوه قبل كده في إعدادي. دخل بعده على طول للأعداد المركبة، اللي هي بتجمع ما بين الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية. دخل بعدها على طول في تحديد نوع جذري المعادلة، لما كنا بنجيب حاجة اسمها المميز لو تفتكر. بعدها على طول قال لي العلاقة بين جذري المعادلة ومعاملات حدودها. ازاي كنا نعرف نجيب لام زائد ميم ولام ميم عن طريق معامل س وس تربيع والحد المطلق. كمان يا سيدي دخل في تكوين المعادلة التربيعية، قال لك انت جبت خلاص مجموع الجذرين وحصل ضرب الجذرين، طب ما تيجي اعلمك تعمل بيهم معادلة. دخل بعد كده في بحث إشارة الدالة، مثل إشارة س تربيع وعكس إشارة س تربيع، والكلام ده الدرس اللي هو مرتبط بالدرس اللي بعده، اللي هو المتباينات من الدرجة التانية، لأنك لو ما بتعرفش تحل إشارة الدالة مش هتعرف تحل في المتباينات. دول يا سيدي كانوا ال7 دروس اللي عندك، وأنا شايف بصراحة إنهم كلهم دروس بسيطة، فشد حيلك كده يا بطل ويلا بينا نبدأ في أول درس، المعادلات الدرجة التانية. لف التابلت بقى عشان أعرف أكتب، وانت كده كده ايه قدامك ظاهر يا سيدي. هنبدأ نشرح دلوقتي كل الدروس بتاعتك كشرح وأمثلة بسيطة، وبعدها هتلاقي الحل كله ورا بعضه، سواء حل متصور قبل كده أو حل متصور جديد، وصدقني المراجعة دي هتقفل لك الجبر بالكامل. أول مسألة يا سيدي كان بيقول لي س تربيع بيساوي س، واحنا عارفين إن كده ما نعرفش نحل، لازم نخليهم كلهم في طرف واحد. صفر المعادلة وادينا السين بعكس الإشارة الناحية التانية. خد س عامل مشترك، يتبقى لي س ناقص 1 بيساوي 0. من هنا نقدر نقول إن الس ب0، ونقدر نقول برضو إن الس ب1. تطلع مجموعة الحل 0 و1. الطالب الغبي اللي برضه كان غبي في أول السنة لما كان بيجي يقول لي الس ب0 بس، الس مش ب0 بس، الس طلع لها حل آخر اللي هو الواحد. إذا مجموعة الحل عندي 0 1. نخش على المسألة اللي بعدها على طول. ده مقدار ثلاثي بسيط، كنا بنفتح قوسين نساويهم بالصفر. س وس إشارة الحد المطلق موجب، إذا الإشارتين موجب. عايز عددين حصل ضربهم 1 ومجموعهم 2 اللي هم 1 و1. تطلع من هنا السين بيساوي -1، وهو حل وحيد بس للمعادلة. إذا حل المعادلة بالطريقة الجبرية كان سهل خالص. طب لو جاب لي مربع كامل مش هتضايق، جاب لي عامل مشترك ولا يهمني، جاب لي أقواس فكها، جاب لي س تربيع بيساوي س زائد مش عارف كذا كذا، ودي كله في ناحية واحدة وساويه بالصفر. ده كله كان الحلول الجبرية بتاع المعادلات. طب في حاجة كانت القانون العام، ما تقلقش هناخده بس في الأعداد المركبة كمان شوية. طب كان بيجيب لي برضه مسائل فيها كاف وميم وحاجات زي دي. كانت بتقول إيه؟ بيقول لي إذا كانت 3 هي أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص كاف س زائد 6 بيساوي 0، عايز قيمة كاف. أنا هجيب قيمة كاف إزاي؟ مش هو مديني التلاتة هنا؟ التلاتة دي حل للمعادلة. حل دي يعني إيه؟ يعني لو عوضت عنها في س هتديني ناتج. إذا 3 تربيع ناقص كاف في 3 زائد 6 بيساوي 0. 3 تربيع بكام؟ ب9، لسه ب9 ما غلتش. ناقص 3 كاف زائد 6 بيساوي 0. وديلي السالب 3 كاف الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى 3 كاف، والناحية دي فيها مين؟ 9 و6. 9 و6 يعني كام؟ يعني 15. اقسم على 3، 3 في 1 على 3 في 5، تطلع الكاف بيساوي 5. وده اللي كان عايزه في المسألة. طب ده كان الحل الجبري. طب أحل بياني إزاي؟ قال لك الحل البياني تقريبا بيتلخص في ال3 أشكال اللي قدامك دول. الشكل الأولاني معانا هنا منحنى تربيعي قاطع خط السينات في نقطتين اللي هما 1 و2. طب ما هي كده حل نفسها، ما هي مجموعة الحل هي تقاطع المنحنى مع محور السينات اللي هو 1 و2. طب الهندسة اللي بعدها هنا ما هي قاطعة في نقطة واحدة بس اللي هي 1، إذا مجموعة الحل هتساوي 1. طب والتالتة دي ده مش قاطعة في حاجة خالص، مجموعة الحل بتاعتها فاي. دي كانت أمثلة بسيطة بننقنق فيها بس عشان نفتح دماغنا، إنما الحل اللي بجد هتلاقيه في آخر الفيديو. بس استنى ما تروحلوش، كمل معايا الأول نخش في الدرس اللي بعده الأعداد المركبة، وبعد ما نخلص يبقى روح للحل براحتك. كان بيجي لنا معادلات زي دي كتير ويقول لنا حلها في ح.
وكان ساعتها ما بنلاقيش لها حل في ع. ازاي يعني؟ تعالى كده نحللها في ح. مش كنا بنقول ان الس تربيع بيساوي -1؟ عايز اتخلص من التربيع ده، خد الجذر تطلع الس بيساوي موجب وسالب جذر -1. الكلام ده في الاعداد الحقيقيه حرام، ما كانش في حاجه اسمها جذر -1، وكنت بتقول مجموعه الحل فاي. بس هنا طلع ليها حل وما طلعتش فاي. طلع يا سيدي ان الجذر -1 ده بيتعرف بحاجه اسمها ت، عدد تخيلي مش موجود اصلا. ورغم انه عدد تخيلي، ان انا بقول لك ان العدد التخيلي ده من اهم الاختراعات في التاريخ، هو اللي مخليك عارف تشوفني دلوقتي عن طريق الكاميرا او عن طريق الموبايل او اللابتوب او اي جهاز في الدنيا. فصدقني العدد التخيلي داخل في صناعته. المسألة اللي بعدها كانت بتجيلي برضه ويقول لي حللها، كنت باجي اكتب جنبها اقول له مش بتتحلل. طب عايز احللها ازاي؟ احللها بالقانون العام. القانون العام ده كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي سالب ب موجب وسالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. ايه الطلاسم دي؟ مش طلاسم ولا حاجة. تعال عوض كده. مش معامل س تربيع كان هو الألف، ومعامل س كان الب، والحد المطلق كان الجيم. يلا يا سيدي، سالب الب بواحد موجب وسالب جذر التربيعي ب تربيع 1 تربيع بواحد ناقص 4 في 1 في 1 تطلع ب4 على 2 في 1 ب2 تطلع -1 موجب وسالب جذر 1 ناقص 3 بجذر -3 على 2. تعالى بسط لي المقدار ده. كنا بنقول -1 موجب وسالب جذر -3 ده كان ايه؟ مش احنا قلنا جذر -1 بت تبقى جذر -3؟ مش هي جذر -1 في جذر 3؟ اه والله كلام مظبوط. يبقى موجب وسالب جذر 3 ت على 2. يعني هنا هقدر اقول ان مجموعة الحل هتساوي -1. خد مرة بالسالب وخد مرة -1 بالموجب. ومن هنا تعرف معلومة المفروض انت اوريدي عارفها، خلاص احنا في المراجعة، ان لما بيطلع لي احد جذور المعادلة عدد تخيلي لازم يطلع لي الجذر الاخر هو المرافق بتاعه. تيجي تبص دلوقتي بقى على الوحش الته دي الناس فاكراها بعبع، فاكراها مشكلة، ولكن هي مش مشكلة ولا حاجة. تعال نفصصها كده. الته لما يبقى أس واحد تفضل زي ما هي ته عادي وما نقرب لهاش. طب لو ته تربيع، هي ته تربيع دي يعني ايه؟ يعني الجذر -1 الكل تربيع. هو مش التربيع بيضيع الجذر تطلع من هنا ت تربيع ب1؟ أول معلومة. خش على بعدها ت أس 3 مش بتساوي ت تربيع في ت، وانت لسه مطلع الت تربيع ب1، يبقى -1 في ت تطلع ايه؟ ت. كلام سهل وبسيط. طب الت أس 4 مش دي ت تربيع في ت تربيع؟ ت تربيع بكام؟ ب1، وت تربيع بكام؟ ب1. سالب في سالب بموجب تطلع 1 في الآخر. ودي كده اللي تدخلك بقى الحاجة اسمها ايه؟ الأعداد المركبة. بس قبل ما ندخل للأعداد المركبة تعال نحط لنفسنا قوانين نشتغل عليها. قال لي ت أس 4 ن بيساوي 1. يعني ايه ت أس 4 ن؟ يعني ت أس 4 لو مضروبة في أي حاجة، في 1 في 2 في 10 في أحمد في زد أحمد مش فرقالي، طالما 4 في حاجة يعني الأس يقبل الاسم على 4، إذا النتيجة تطلع 1. طب لو زودت على الأس 1 هيها بالظبط أكنك زودت ت بعد الواحد، تطلع الإجابة ت. طب ت أس 4 ن زائد 2 ما هي ت أس 4 ن في ت تربيع. ما احنا عارفين لما بنضرب بنجمع الأسس. ت تربيع دي بكام؟ ما هي ب1. طب ننزل على تحتها، ما هي ت أس 4 ن في ت أس 3. ت أس 3 بكام؟ ت. دي القوانين بتاعتك اللي هتشتغل بيها في الأعداد المركبة. يعني لو جه قال لي ت أس 100 بكام؟ ال100 دي بتتقسم على 4 ب25، يبقى ت أس 4 في 25 تطلع ب1. طب ت أس 101 بتساوي ت أس 4 في 25 زائد 1 هتساوي ت، وهكذا. أي حاجة عندك شوف الأس وشوف أقرب حاجة ليه ينفع نقسمها على 4. كده احنا يعتبر فهمنا يعني ايه عدد تخيلي. طب ايه هو العدد المركب اللي انت عمال تتكلم عليه من ساعتها ده؟ قال لك يا سيدي العدد المركب ده هو عدد حقيقي زائد عدد حقيقي مضروب في عدد تخيلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا 1 زائد 2 ت ده عدد مركب، ما هو جزء حقيقي اللي هو الواحد زائد جزء حقيقي اللي هو الاتنين في جزء تخيلي اللي هو الت. طب برضه اقدر اقول له 4 ناقص 7 ت
ده عدد مركب وعدد مركب حقيقي وحقيقي وجزء تخيلي. إذا الكلام بسيط خالص، العدد المركب سهل جدا. تعالى يا سيدي نشوف بقى العمليات على الأعداد المركبة، ونعرف إمتى نجمع وإمتى نطرح وإمتى نضرب وإمتى نقسم الأعداد المركبة. قال لك يا سيدي في رقم 1 7 ناقص 6 ت زائد 2 زائد 4 ت بيساوي. أول قاعدة عندك في العمليات على الأعداد المركبة في الجمع والطرح لازم تجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، وتطرح الحقيقي من الحقيقي والتخيلي من التخيلي. ما ينفعش تطرح حقيقي من تخيلي. يعني إيه؟ يعني السبعة هاخدها زائد 2 تطلع 9، وسالب 6 ت زائد 4 ت تديني سالب 2 ت. هو ده الناتج. طب في الطرح بسيطة، تعالى الأول نبسط الموضوع ده. 5 ناقص جذر سالب 9، يعني جذر 9 ت. جذر 9 بكام؟ ب3، يبقى 3 ت. السالب سالب عند القوس وزعها على القوس عشان ما تغلبش. سالب في 7 بسالب 7، سالب في سالب ت بموجب ت. اجمع لي يا ريس 5 ناقص 7 بسالب 2، سالب 3 زائد ت تطلع سالب 2 ت. طب نخش بقى في ضرب الأعداد المركبة. دايما لما بنيجي نضرب قوسين وزع يا ريس الاتنين دي مرة في الخمسة ومرة في سالب ت، والتلاتة ت دي مرة في الخمسة ومرة في السالب ت. 2 في 5 ب10، 2 في سالب ت بسالب 2 ت. 3 ت في 5 ب15 ت. 3 ت في سالب ت تطلع سالب 3 ت تربيع. 3 ت تربيع دي اللي هي ايه؟ ما هو الت تربيع بسالب 1، شيل الت تربيع وحط سالب 1. سالب 1 في سالب 3 بموجب 3. يبقى هنا يا سيدي 10 زائد 3 13، سالب 2 ت و15 ت تطلع زائد 13 ت. والله الكلام بسيط وسهل. خش على اللي بعدها على طول. يقول لي 3 ناقص ت الكل تربيع. هو احنا عارفين القوس التربيع بيتفك ازاي؟ الأول تربيع زائد التاني تربيع، 2 تربيع ب4 والت تربيع زي ما هي اللي هي بسالب 1. تعال نشيلها على طول دلوقتي. يبقى هنا سالب 4. حط إشارة القوس، اضرب الأول في التاني في 2، 2 في 2 ب4 في 3 ب12 ت هيساوي 9 ناقص 4 يعني 5 ناقص 12 ت. والله الكلام بسيط. طب 1 زائد ت أس 8. هندسة أنا ما خدتش فك القوس بتاع أس 8 ده، أنا طول عمري بفك القوس التربيعي، ما فكتش أنا أي قوس تانية. طب ما بسيط، طب ما تخلي ده تربيعي. يبقى 1 زائد ت الكل تربيعي ده كله أس 4. وأنا مش لو رفعت القوس لأس والأس ده رفعته الأس عايز أجمعهم الاتنين مع بعض هضرب الأسس في بعض؟ كلام بسيط. يبقى عندي 1 زائد ت الكل تربيع. الأول تربيع بواحد، التاني تربيع ت تربيع بسالب 1. الأول في التاني في 2، 1 في ت في 2 ت يبقى زائد 2 ت. خلي بالك ده كله أس 4. 1 ناقص 1 هتبقى بصفر. 2 ت أس 4 زي ما احنا عارفين إن الت أس 4 بواحد، ده خلاص إيه كلام مفروغ منه. طيب 2 أس 4 ب16 يا سيدي الفاضل. طب تعالى نفتكر نوع مسائل تاني كان بيجي لنا لما يجي يقول لي أ وب وعايز قيمتهم. بيقول لي أ زائد 3 د بيساوي ب ت زائد 4. وخد بالك إن لو تساوى عددين مركبين يبقى الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. يعني الألف هنا هي الحقيقي في العدد اللي على اليمين. طب الحقيقي في العدد اللي على الشمال ايه؟ مش الب، لا ده الأربعة. احنا بس ملخبطينهم عشان ايه؟ اللي مش واخد باله يتوه. طب وتلاتة اللي هي في العدد التخيلي هتساوي ايه في الناحية التانية؟ هتساوي الب. هو طالب مني ايه أصلا؟ ألف زائد ب اللي هو ايه؟ 3 زائد 4 هتساوي 7. المسألة اللي تحتها على طول بيقول لي إذا كانت 2 س ناقص 3 زائد 3 ص زائد 1 ده كله في قوس مضروب في ت بيساوي 7 زائد 10 ت. تعالى كده نطلع الأعداد. أنا عندي يا سيدي الحقيقي فين؟ الحقيقي أهو 2 س ناقص 3. الناحية التانية بيساوي حقيقي كام؟ اللي هو 7. طب والتخيلي 3 ص زائد 1 هيساوي إيه؟ هيساوي 10. تعالى فك دي 2 س هتساوي التلاتة هتروح هناك عند ال7 يبقوا 10 تطلع السين ب5. طب وهنا 3 ص الواحد هيروح الناحية التانية بإشارة مخالفة يبقى 9 تطلع الصاد ب3. جبنا له السين والصاد والمسائل بسيطة. قال لي يا عم أنا ما بطلتش، كان عندك حاجة مهمة قوي كان اسمها المرافق. إيه المرافق ده؟ كان لما يجي يقول لي إن أ زائد ب ت المرافق بتاعها بيساوي إيه؟ أ ناقص ب
بيغير إشارة العدد التخيلي بس. يعني لو قال لي سالب ألف سالب ب ت، إيه المرافق بتاعه؟ أقول له سالب ألف زائد ب ت، ماليش دعوة بالعدد الحقيقي. امسح يا باشا الكلام ده عشان نحل مسائلنا من تاني. صح وركز معايا، ولو انت مش مركز قوم هات لك ايه، كوبايه ميه ولا كوبايه شاي ولا سندوتش ولا اي حاجه في ليلتك اللي مش فايته دي. قال لي يا سيدي عشان اجمع مترافقين او اضرب مترافقين فدايما الناتج بيكون عدد حقيقي. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. بيقول لي 5 زائد 2 ت زائد 5 ناقص 2 ت، عددين مترافقين مجموعين. 5 و5 25 زائد 2 ت سالب 2 ت، هيروحوا مع بعض بصفر يطلع الناتج 25 فعلا. طب اللي تحتها تعال نضرب نفس العددين التخيلين في بعض. 5 في 5 ب25، 5 في سالب 2 ت بسالب 10 ت، 2 ت في 5 بموجب 10 ت، 2 ت في 2 ت بموجب 4 ت تربيع. سالب 10 ت هتروح مع الموجب 10 ت، والت تربيع ده بسالب 1 تطلع 25 ناقص 4 يطلع الإجابة 21. ده طلع صحيح هو كمان. ما أنا قلت لك مش بضحك عليك والله، أنا بقول لك الحقيقة. السؤال التالت برضو عايز يبسط في أبسط صورة، وبيقول لي 2 ناقص 3 ت على ت. نحل ازاي؟ كلام بسيط يا سيدي. يلا امسح الزائد دي، مش عندناش سطور كفاية. اضرب في ت فوق وتحت. 2 في ت ب2 ت، امسحها يا عم اللي فوق مش عايزينك دلوقتي. ناقص 3 ت في ت ب3 ت تربيع. طب والمقام ت في ت بت تربيع، يبقى هنا 2 ت سالب 3 ت تربيع، يعني سالب 3 في سالب 1 تطلع موجب 3، وتحت ت تربيع بسالب 1 يبقى هنا سالب 2 ت سالب 3. وكده بسطنا له لأبسط صورة. في المسألة رقم 3 دي أنا كنت نزلتها ساعة ما كنت بشرح الأعداد المركبة، ودخل لي مدرس فلحوس رد عليا رد عصبني والله وجنني. قال لي هندسة أنت ليه ضربت في ت على ت؟ أنت المفروض تضرب في سالب ت على سالب ت عشان نبقى ضربنا في المرافق. معرفش بصراحة هو جايب الذكاء منين. هو احنا لو ضربنا في ت على ت أو ضربنا في سالب ت على سالب ت إيه الاختلاف؟ ما هي مش بنضرب في واحد على واحد. هو انا لازم لما اجي اقول لحد معلومه اقول له المعلومه اللي انا عارفها هذا ما وجدنا عليه يا ابونا واجدادنا، ولا لازم اشغل دماغي شويه؟ ما يمكن لما اشغل دماغي تطلع حاجه احسن، يمكن حاجه احسن من اللي انا حافظه ومتعود عليه. شغل دماغي واحل بدي واحل بدي، واضرب في مره بالسالب على السالب، واضرب في مره بت على ت، وما يهمنيش وما اخافش من اي مساله. يلا بينا وما تعملش زي المدرس الفلحوس ده، وخش في المساله رقم 4 اللي بعض الناس بتعشق النوع ده من المسائل. جايب لي قوسين مضروبين في بعض، 2 زائد ت في 2 ناقص ت، وخد بالك دول عددين مرافقين على 3 زائد 4. وتعال اقول لك حاجه جديده تعرفها في ضرب العددين المرافقين. ولو انا عندي عددين مترافقين مضروبين في بعض خصوصا في الاعداد التخيليه، ما اقعدش بقى اوزع واضرب الكلام ده. الاول تربيع ناقص التاني تربيع. هو ده هندسه؟ والله هو ده بالظبط. اي قوسين مترافقين مضروبين في بعض الاول تربيع ناقص التاني تربيع على 3 زائد 4 ت. كلام بسيط. طب ما احنا عايزين نضرب تحت برضو في المرافق عشان نضيعه. اضرب يا باشا 3 ناقص 4 ت على 3 ناقص 4 ت، ادينا مساحتنا نحل فيها. يبقى بيساوي الأول فك لي اللي فوق دي 4 ناقص ت تربيع. هي ت تربيع دي بإيه؟ مش بسالب 1؟ طلع ب5. وزعهولي كده على 3 ناقص 4 ت. 3 في 5 ب15 ناقص 4 ت في 5 ب20 ت. طب والمقام الأول تربيع ناقص التاني تربيع، 4 ت تربيع يعني 16 ت تربيع. برضو لسه هنفك 15 ناقص 20 ت على 9 ناقص 16 ت تربيع. ت تربيع بسالب 1 في سالب 16 تبقى 9 زائد 16 اللي هي بكام؟ اللي هي ب25. بسط له شكل المسألة كده وخلاها نضيف شوية. 15 على 25 ناقص 20 على 25 ت، ادينا مساحة يا باشا. على 5 فيها 3 وعلى 5 فيها 5 ناقص على 5 فيها 4 وعلى 5 فيها 5. وهو ده اللي كان مطلوب ان احنا نجيبه تبسيط في ابسط صورة. دخل في الدرس اللي بعده يا سيدي اللي هو تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية. وقبل ما نروح نحدد لازم في واحد صاحبنا جديد كده نتعرف عليه في القعدة اسمه المميز. المميز ده فاكر في القانون العام لما كنا بنقول سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي؟ هو اللي تحت الجذر التربيعي ده بقى
ب تربيع ناقص 4 ألف ج هو المميز. طب المميز ده بنعمل بإيه؟ بنعرف منه 3 معلومات. يا إما يكون أكبر من الصفر فيبقى عندنا الجذرين حقيقيين مختلفين، يا إما يكون بيساوي الصفر ويكونوا حقيقيين متساويين، يا إما يكون أصغر من الصفر يعني بالسالب ويطلع الجذرين عددان مركبان مترافقان. يعني إيه الكلام ده؟ تعال ناخد أمثلة، إحنا ما بنعرفش نفهم غير بالأمثلة. في المثال الأول بيقول لي حدد نوع الجذرية المعادلة س في س ناقص 2 بيساوي 1. طب ما تيجي نفك القوس اللي قدامنا ده الأول ونقول له هنا إن س في س بس تربيع س في 2 ب2 س، هات الواحد الناحية التانية -1 بيساوي صفر. كده خلينا له المعادلة نعرف نشتغل فيها. هو عايز المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ألف ج. الب ده مين؟ معامل س، وخد بالك معامل س بالإشارة بتاعته. عندنا معامل س -2 على بعضه، بس كده كده تربيع فمش هتفرق. -2 تربيع ب4 ناقص 4 في الألف بكام؟ ب1. طب والجيم ب1. مش يا سيدي مش هيزعلنا. -1 في -4 بموجب 4. 4 زائد 4 8. ده أكبر من الصفر، إذا عددان حقيقيان ومختلفان. جبنا له أول مسألة. نخش على طول في اللي بعدها، وبيقول لي اوجد قيمة ك التي تجعل جذرها المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد ك متساويان. متساويان يعني إيه؟ يعني المميز بيساوي صفر. تعال نجيب له المميز كده. ب تربيع ناقص 4 ألف ج بيساوي صفر. الب بإيه؟ -4 تربيع ب16 ناقص 4 في الألف ب1 والجيم بكاف بيساوي صفر. يبقى 16 ناقص 4 كاف بيساوي صفر. ودي الكاف الناحية التانية، 4 كاف بيساوي 16، تطلع الكاف بتساوي 4، وهو ده اللي احنا عايزينه. هو طالب مني قيمة كاف. طب في السؤال التالت بيقول لي اوجد قيمة م التي تجعل جذرية المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد م حقيقيين مختلفين. حقيقيين مختلفين يعني ايه؟ يعني المميز أكبر من صفر. طب هنجيب المميز مش هنقعد نكتب القانون بقى. ب تربيع اللي هو -2 تربيع ب4 ناقص 4 في معامل س تربيع بكام؟ ب1 والحد المطلق م. الكلام ده كله قلنا إن هو مش بيساوي ولا أكبر من صفر. يبقى 4 ناقص 4 م أكبر من صفر. وأدي ال4 الناحية التانية ب-4 م أكبر من -4. اقسم على -4 تبقى الميم أصغر من 1. وخد بالك لما بتقسم على سالب علامة التباين بتختلف، لو كانت أكبر تبقى أصغر، لو أصغر تبقى أكبر. يبقى أنا عندي الميم أصغر من الواحد، إذا م تنتمي للفترة المفتوحة سالب ما لا نهاية، وواحد برضو مفتوحة لأنه أكبر من بس. نخش في المسألة اللي بعدها، وبيقول لي يكون جذرها المعادلة س تربيع ناقص 8 س زائد أ بيساوي صفر حقيقيا إذا كانت أ تنتمي. حاطط لي هنا فخ ابن لذينه، قايل لي حقيقيان بس، ما قاليش حقيقيان مختلفان ولا حقيقيان متساويان. طب أنا يفرق معايا؟ طب ما اشتغل على إن هما حقيقيان بس، مختلفان أو متساويين مش فارقة. يعني إيه هندسة؟ تعالى أقول لك يعني إيه. ب تربيع ناقص 4 أ ج لو هما حقيقيان كنت هقول أكبر من الصفر، ولو هما متساويين كنت هقول بيساوي الصفر. طب ما ايه المشكلة؟ ما اقول له اكبر من او يساوي الصفر، ما هم حقيقيان مش فارقه لي بقى متساويين المختلفان. تعال نشوف. حط يا باشا ب تربيع اللي هي -8 تربيع ب64 ناقص 4 في 1 في أ أكبر من أو يساوي الصفر، يعني -4 أ أكبر من أو يساوي -64. يبقى الألف أصغر من أو يساوي 16. نفس الكلام اللي في المسألة اللي فوق، لما قسمنا على السالب غيرنا إشارة التباين. إذا أقول الألف تنتمي لسالب ما لا نهاية و16. وخد بالك المرة دي 16 مغلقة لأن هنا في علامة يساوي. نخش في الدرس اللي بعد على طول، وهو العلاقة بين جذري المعادلة التربيعية ومعاملات حدودها. قال لك يا سيدي عشان نجيب أصلا جذور المعادلة في حاجتين عندنا اسمهم مجموع جذري المعادلة وحاصل ضرب جذري المعادلة. مجموع جذري المعادلة كان سالب معامل س على معامل س تربيع، وحاصل ضرب جذري المعادلة كان الحد المطلق على معامل س تربيع زي ما انت شايف قدامك دلوقتي. طب كنا بنعمل بيهم ايه؟ تعالى يا سيدي نعرف كنا بنعمل بيهم ايه. بيقول لي في السؤال إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة 3 س تربيع زائد 10 س زائد أ هو 8 على 3. مديني حاصل ضرب جذري المعادلة. هو أنا حاصل ضرب جذري المعادلة اللي هو لم م لما بيساوي 8 على 3 هو أصلا بيساوي إيه؟ الحد المطلق على معامل س تربيع. الحد المطلق عندي أ. طب ومعامل س تربيع إيه؟ 3. التلاتة هتروح مع التلاتة
يطلع من هنا ان الالف ب8. كلام سهل وبسيط. اللي تحتها على طول بيقول اذا كان مجموع جذري المعادله 2 س تربيع زائد ب س ناقص 5 هو سالب 3 على 2، مديني مجموع جذري المعادله على طول اهو. عايز قيمه ب، هقول له سالب 3 على 2 هتساوي معامل س على معامل س تربيع اللي هو ب على 2. من هنا الاتنين هتروح مع الاتنين تطلع الب بسالب 3. خلاص جبناها. السؤال التالت بيقول لي إذا كان 2 و5 هما جذران المعادلة س تربيع زائد أ س زائد ب. عايز أ زائد ب، هو مش مديني الجذرين؟ هقول له ل زائد م هيساوي 2 زائد 5 يعني ب7. طب ولام م 2 في 5 يعني ب10. جبنا له حاصل ضرب الجذرين ومجموع الجذرين، هاتهم من المعادلة. لام زائد م دي بيساوي سالب معامل س اللي هو أ على معامل س تربيع اللي هو ايه ب1. تطلع من هنا ان الألف بسالب 7، ومن هنا الب على 1 هتساوي 10. تطلع من هنا الب بتساوي 10. هو عايز ايه؟ أ زائد ب يعني 10 ناقص 7 يعني 3. هو ده المطلوب وجبناه له. بيقول لي إذا كان 1 زائد ت هو أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد أ، اوجد قيمة أ. عود نفسك على حاجة، لما يقول لك اوجد قيمة أ أو ب أو ج أو أيا كان الرمز، شوف الرمز عند الحد المطلق ولا عند معامل س. لو عند الحد المطلق هتستخدم حاصل ضرب جذري المعادلة، لو عند س هتستخدم حاصل جمع جذري المعادلة. ركز عشان تعرف انت بتختار ايه عشان ما تشتغلش وتستهلك وقت في الفاضي. هو هنا ايه؟ الالف في الحد المطلق، يبقى انا هشتغل على حصل الضرب. هو مديني هندسه جذر واحد، لا هو مش مديك جذر واحد، هو مديك جذرين. قلت لك من شويه ان المعادله عندي طالما الجذر اول عدد مركب يبقى الجذر الثاني هو المرافق بتاع العدد المركب. يعني انا عندي الجذر الثاني 1 ناقص ت. طب انا عايز ايه هندسه؟ انا عايز حاصل ضرب جذريه المعادله اللي هو ل م اللي هو بيساوي أ اللي هو الحد المطلق على معامل س تربيع. س تربيع هنا معامله بواحد يعني ل م بألف. طب يا سيدي تعال نشوف. 1 زائد ت في 1 ناقص ت عددين مترافقين زي ما اتعودنا نضرب، يبقى الأول تربيع ناقص التاني تربيع يعني 1 ناقص ت تربيع بسالب 1. يبقى هنا السالب هتتحول لموجب، 1 زائد 1 بيساوي 2. يبقى الألف طلعت ب2. والله مسألة بسيطة وأنت كنت في الأول فاكرها صعبة، بس هي مش صعبة ولا حاجة. تعال بقى يا سيدي قبل ما نخش للدرس اللي بعده اديك شويه ملاحظ كده. هي اسمها ملاحظ بالنسبه لي، شويه ملاحظ هتريحك في المسائل الاختياري. بيقول لي اذا كان احد جذري المعادله معكوس جمعي للاخر فان معامل س بصفر. يعني ايه الكلام ده؟ انا مديك مثال اهو، تعال نطبق على المثال ده. احد الجذرين معكوس جمعي للاخر يعني واحد لام وواحد سالب لام، يعني مجموعهم ايه؟ مجموعهم بصفر. يعني كاف ناقص 1 بيساوي صفر. نطلع من هنا ان الكاف بتساوي 1. شفت يا سيدي السهوله؟ وفرت عليك بدل ما كنت تجري مشاوير. طب الملحوظه الثانيه بيقول لي اذا كان احد جذري المعادله معكوس ضربي للاخر، يعني ايه؟ يعني واحد لام وواحد تاني واحد على لام، فان الحد المطلق يساوي معامل س تربيع. يعني ايه؟ تعال نشوف حاصل ضرب جذري المعادله كده. لام في 1 على لام بتساوي ايه؟ بتساوي 1. هتساوي 2 على معامل س اللي هو أ. تطلع من هنا أ في 1 بواحد هتساوي 2. يطلع من هنا ان الالف هيساوي الحد المطلق فعلا زي ما احنا واخدين في الملحوظه. خلاص عرفنا يا سيدي بقى لام زائد م ولام م. تعال بقى نستخدمهم ونكون بيهم معادله. لما يدينا العكس، ما ادانيش المعادله، لا هو اداني جذور وقال لي كون بيهم معادله. قال لي يا سيدي المعادله س تربيع ناقص، وخد بالك من ناقص حاصل جمع جذري المعادله في س زائد الحد المطلق هيبقى حاصل ضرب جذري المعادله. دي اللي هنطبق فيها ونكون المعادلات. خش يا سيدي على تكوين المعادلات. بيقول لي كون المعادله التي جذرها 3 و4. اول حاجه هقول له لام زائد م هتساوي 3 و4 كام؟ 7. طب ولام م 3 في 4 ب 12. هاجي اقول له س تربيع ناقص 7 س زائد 12 بيساوي صفر. هي دي المعادله اللي هو عايز يكونها. طب إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 3 بيساوي صفر. كون المعادلة التي جذرها 2 لام زائد 2 ميم. ده الدرس اللي بعده على طول دخل فيه تكوين معادلة بمعلومية جذور معادلة أخرى. ما عنديش مشكلة، تعال نحل. أول حاجة أجيبها له لام زائد ميم بتاعة المعادلة الأولانية. هي لام زائد ميم دي كنا بنجيبها إزاي؟ سالب معامل س على معامل س تربيع. معامل س عندي بكام؟ بسالب 5. سالب 5 تطلع ب5، ومعامل س تربيع بواحد. طب ولام م هتساوي الحد المطلق على معامل س تربيع يعني 3. خلاص كده خلصنا. خش على المعادلة الجديدة اللي هو عايزها 2 لام
واتنين ميم. طب ما تجيب له مجموع جذرية المعادلة، مش هنا اقدر اخد الاتنين عامل مشترك، تطلع اتنين بره، لام زائد ميم. لام زائد ميم انا جايبها من الناحية التانية هي ب5، يبقى 2 في 5 ب10. حاصل ضرب جذرية المعادلة 2 لام في 2 ميم، مش 2 في 2 ب4، لام ميم. لام ميم معايا ب3 هنا، 3 في 4 ب12. يبقى هنا المعادلة هقدر أقول له إن هي س تربيع ناقص مجموع جذرية المعادلة اللي هو 10 س زائد الحد المطلق اللي هو 12 بيساوي صفر. هي دي المعادلة المطلوبة. قال لي يا سيدي أنا بيجي لي حتة ضعف ونص وزائد والحاجات اللي زي دي لما بيجي عندي تكوين معادلة بدلالة جذور معادلة أخرى. أنا هجيب لك الخلاصة يا سيدي. لو قال لي المعادلة دي جذورها لام وميم، عايز يكون معادلة جذورها ضعف نظيره. يعني ايه ضعف نظيره؟ يعني واحد لام والتاني 2 لام، واحد احمد والتاني 2 ازد احمد، جذر فيهم ضعف نظيره. طب ثلاثة امثال نظيره، واحد فيهم اهو، واحد علي والتاني 3 علي، مش فارقة، واحد فيهم شيء والتاني 3 اضعاف نفس الشيء. طب ايه تاني؟ مربع نظيره، واحد فيهم لام والتاني لام تربيع. طب ينقص عن نظيره بمقدار 2، واحد فيهم لام واحد فيهم لام ناقص 2. يبقى كده ايا كان اللي هيجي لك مش فارقه. طب لو قال لي لام وميم دول الجذرين بتوع المعادله الاولانيه، المعادله التانيه مطلع لي بقى جذور لام تكعيب وميم تكعيب، احلها ازاي؟ تعال ناخد كده بعض المتطابقات اللي انت المفروض خدتها زمان في اعدادي. تعال راجع لك على كده ايه عشان تفهم الحته دي. بيقول لك يا سيدي لام تربيع زائد ميم تربيع، انت طبعا زي الضغوف بتقوم رايح شايلها وحاطط لام زائد ميم الكل تربيع ومعوض عن لام زائد ميم اللي عندك. ده الكلام ده طبعا غلط، لان في جزء اسمه ناقص 2 لام عندك في المعادله. الاربع متطابقات دي يحلوا لك اي مساله تخص الجزئيه دي. تاني متطابقه بيقول لي لام ناقص ميم الكل تربيع بتساوي لام زائد ميم تربيع ناقص 4 لام ميم. خد بالك الجزء ده انت دايما بتنسوه مع انه مهم جدا والله. طب لام تكعيب زائد ميم تكعيب ولام تكعيب ناقص ميم تكعيب، هم نفس كل حاجة بس مختلفين اختلافات بسيطة. قال لك يا سيدي لام تكعيب زائد ميم تكعيب هتساوي لام زائد ميم. طب لو هي ناقص لام تكعيب ناقص ميم تكعيب هيبقى أول قوس ده ناقص، يعني إشارة أول قوس بتمشي مع الإشارة بتاعة اللام تكعيب زائد ميم تكعيب أو لام تكعيب ناقص ميم تكعيب. تفتح قوس كبير، لام زائد ميم تربيع ده ثابت في الاتنين، لام زائد ميم تربيع أو لام زائد ميم تربيع. مرة ناقص 3 لام ميم لو هي موجب، ومرة ناقص لام ميم بس لو هي سالب. متطابقات بسيطة احفظها هتحل لك أي مسألة. تعال نخش على الدرس اللي قبل الأخير، وأنا بالنسبة لي ده درس فاكهة والله بحبه، فاكهة. بيقول لي بحث إشارة الدالة. يعني إيه بحث إشارة الدالة؟ يعني عايز أعرف الدالة دي إمتى سالبة وإمتى موجبة وإمتى صفرية. الدوال اللي عليك 3، ثابتة خطية تربيعية. تعال ناخد الدالة الثابتة اللي هي أول حاجة ونشوف. قال لك يا سيدي الدالة الثابتة دي بتاخد إشارة العدد الثابت، يعني العدد الثابت موجب إذن الدالة موجبة على جميع قيم ح. طب إشارتها سالب إذن الدالة سالبة على جميع قيم ح. بس كده؟ اه والله بس كده. طب ايه تاني؟ انا ممكن استفيد نقطة برضو هنا. لو انا عندي دالة ثابتة اللي هو جايبها لي رسمة بس، هنا هقول له الدالة كلها موجب من قبل ما اعرف ليه، لان انا عندي فوق خط السينات موجب تحت خط السينات سالب. يعني لو جاب لي برضو دالة بالشكل ده هقول له دي سالبة على جميع قيم ح لانها تحت خط السينات. طب نخش على الدالة الخطية. قال لك هذه الدالة الخطية بتتقسم نصين. اول حاجة بنجيب اصفار الدالة، يعني س ناقص 2 تطلع السين ب2، دي اصفار الداله. س ناقص 5، س ناقص 5 يساوي صفر تطلع السين ب5. س بيساوي 2 دي اللي عندها الداله بصفر، بتحددها على خط الاعداد هنا اهي، دي اللي عندها الداله بصفر. طب وبعدين يمين زي اشاره س في الداله وشمال عكس اشاره س، يبقى مثل عكس، يمين مثل شمال عكس. عندي هنا الداله س بيساوي س ناقص 2، اشاره س موجبه اذا اليمين مثل، يعني هقول له هنا اهو دي هنا الاتنين عندي بصفر اهو، دي موجب موجب وموجب موجب سالب 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 سالب. يبقى هنا تعالى ايه عشان برضو تعرف تحلها ازاي في الامتحان. اقول له دالة س بتساوي صفر عند س بتساوي 2، دي اول نقطة. دالة س موجبة عند س تنتمي. موجبة فين؟ للفترة الأكبر من 2، بس خد بالي إن الاتنين مفتوحة لأن الاتنين مش معايا، الاتنين دي بصفر. طب سالبة فين؟ سالبة عند لما تبقى أصغر من الاتنين. أصغر من الاتنين يعني سالب ما لا نهاية واتنين، واللي خلي بالك الاتنين مفتوحين. طب الدالة التربيعية، قال لك الدالة التربيعية ليها 3 حالات.
خدنا من شوية لما الدالة كان بيطلع لها جذرين حقيقيين مختلفين أو جذر حقيقي واحد أو جذرين مركبين مترافقين. هنحل دي يا باشا وهنعرف الموضوع كله. أول حاجة لما يبقى عندي جذرين مختلفين كنت باجي أقول إيه؟ مثل عكس مثل. يعني إيه مثل عكس مثل؟ دي أنا شامم ريحة زفارة، ريحة تعويذة. لا مش تعويذة ولا حاجة. مثل إشارة س تربيع في الدالة، عكس إشارة س تربيع في الدالة مثل إشارة س تربيع في الدالة. يعني مثلا لو كانت السين موجبة وأنا عندي هنا مثلا لام وميم، دول اللي هتطلع عندهم صفر، هنا ده موجب سالب موجب. كلام بسيط. طب لو هو جذر واحد بس هيبقى عند الجذر ده الدالة صفرية، ما عدا ذلك موجبة، فيما عدا ذلك الدالة هتبقى موجبة. طب لو ليس لها جذور، يعني ليس لها جذور يعني أعداد مركبة، هنا ليس لها جذور في ح، هتبقى الدالة كلها مثل إشارة س تربيع. طب يا هندسة أنت ليه ما اديتناش أمثلة هنا؟ لأن أنت مش هتعرف تحل المتباينات غير بيها، فهديلك أمثلتها جوه حل المتباينات. صلي على النبي يا سيدي. وقبل ما تحل المتباينة لازم تعرف إنك أول حاجة بتعملها أولاً تظبط المتباينة وتخليها صفرية، ثانياً تخليها معادلة صفرية عشان تعرف تجيب أصفارها، ثالثاً تحط أصفار على خط الأعداد وتروح تشوف إشارة س تربيع في المتباينة الأصلية. يعني هندسة أنت بتقول طلاسم ما تخفف علينا الدنيا، تعالى خفف عليك وأقول لك يا سيدي إن دي س تربيع ناقص 7 س زائد 10 يساوي صفر. مقدار ثلاثي بسيط حلله س زائد وس زائد عشان الحد المطلق موجب، عددين حاصل ضربهم 10 ومجموعهم 7، الاتنين والخمسة. إذا أنا عندي س بيساوي -5 وس بيساوي -2، أخدهم على طول وراح أحط على خط الأعداد. وخد بالك إن -5 أصغر من -2، ما تروحش تحط -2 الأول. دي بصفر ودي بصفر. وزي ما قلنا مثل عكس مثل بناء على إيه؟ بناء على المتباينة الأصلية. المتباينة الأصلية فيها السين موجب، إذا موجب سالب موجب. طبعا هنا عايز اجيب له مجموعة الحل. اجيب له مجموعة الحل ازاي؟ ابص على المتباينة الاصلية. المتباينة الاصلية كان عايزها اصغر من الصفر. يعني ايه اصغر من الصفر؟ يعني عايز القيم السالبة بس. طب ما طبيعي اقول له مجموعة الحل هتساوي فين على خط الاعداد؟ عندك هنا سالب، اللي ما بين -2 و5، وخد بالك -2 و5 مش فيها. اذا مجموعة الحل هتساوي فترة مفتوحة -5 و2. خش في المسألة اللي جنبها على طول. بيقول لي س تربيع أصغر من أو يساوي 6 س ناقص 9. الأول يا باشا إيه؟ خلي كلهم في ناحية واحدة. 6 س هتروح منك بسالب 6 س، وهنا موجب 9 أصغر من أو يساوي صفر. اعملها معادلة س تربيع ناقص 6 س زائد 9 أصغر من أو يساوي صفر. حللها مقدار ثلاثي بسيط، س ناقص وس ناقص عشان إشارة الحد المطلق زائد 3 في 3 ب9 ومجموعهم 6. يبقى هنا السين ب3 طلع عندي حل واحد بس. حط يا باشا إيه؟ ارسم خط الأعداد وحط له ال3 يمين زي إشارة س في المعدل في المتباينة الأصلية، وشمال برضه نفس إشارة س، وهنا عندي الصفرية بصفر. هو كان عايز مني أصلا، كان عايز المتباينة دي أصغر من أو يساوي الصفر، يعني هو عايز الأعداد السالبة أو الصفر. هل عندي هنا حاجة سالبة؟ ما عنديش حاجة سالبة. طب هل عندي صفر؟ عندي صفر، عندي 3. إذا مجموعة الحل هتساوي العدد 3 بس، هو اللي حقق لي المتباينة دي. وبكده نكون خلصنا شرح لمنهج الجبر كله بتاع الترم الأول بتاع أولى ثانوي. كل المطلوب منك دلوقتي إنك هتدخل على الحل اللي هنزله لك، هتشوف الحل وتبدأ تحل ورايا، وبعد ما تخلص حل تبدأ تحل انت بنفسك كل المسائل اللي تقابلك، سواء في مذكرة المدرس اللي انت معاه، سواء في الكتاب، سواء في كتاب الامتحان، في كتاب المعاصر، في اي كتاب في الدنيا. حل وتعالى اللي يقف معاك ادخل اسألني فيه على كوميونتي الواتساب، هسيب لك اللينك تحت. روح هتقول دلوقتي حل ورايا يا باشا وشد حيلك. السؤال الاول بيقول لي اي مما ياتي يكون عددا تخيليا. احنا عارفين ان العدد التخيلي بيبقى سالب تحت الجذر اللي هو كنا بندلل عليه بته. تعال نبص كده. اول حاجة الباي، لا الباي عدد حقيقي. طب جذر 5 لا عدد حقيقي. طب جذر -5 لا ده جذر -5 ده كنا بنفكه جذر 5 في ت، لان كانت الت بجذر -1، يعني جذر -5 ده تخيلي. طب والت تربيع، لا احنا عارفين ان الت تربيع دي يعني جذر -1 تربيع، يعني -1، والسالب 1 عدد حقيقي. يبقى الاختيار عندنا فين؟ جيم اللي هو جذر -5. في السؤال اللي بعده بيقول لي ابسط صوره للعدد التخيلي ت اس 45. لما كان بيجي لنا عدد تخيلي اس رقم كبير كنا بنعمل ايه؟ كنا بنشوف الرقم اللي في الاس ده اقرب حاجه ليه تتضرب في 4 كانت كام؟ ت اس 45 ده كنا ممكن نقول ت اس
44 في ت، وت أس 44 دي احنا عارفين ان هي تقبل الاسم على 4 اللي هي 4 في 11، واحنا عارفين دايما ان الت لو مرفوعة الأس لأي حاجة في الدنيا مضروبة في 4 تطلع بواحد، يعني ده كله بواحد مش معانا. طب والت تنزل بت زي ما هي، ويبقى الاختيار عندنا ألف. في السؤال رقم 3 بيقول لي 1 زائد ت زائد ت تربيع زائد ت تكعيب زائد ت. طب ما احنا عارفين الموضوع ده كله، تعالى نفكه. 1 خلاص عرفناه، والت عرفناها، ت تربيع دي بسالب 1 سيبها دلوقتي، ت تكعيب دي بسالب ت سيبها دلوقتي، زائد ت أس 4 بواحد. تعال نطير الحاجات اللي شبه بعضها مع بعضها. مش الواحد ده هيروح مع السالب 1 اللي هنا، والت دي هتروح مع السالب ت اللي هنا، ويتبقى لي ايه في الاخر؟ يتبقى لي 1 اللي هو الاجابه جيم. السؤال الرابع بيقول لي اذا كان ن تنتمي لصاد فان ت أس 4 ن زائد 42 نفس اللي عملناه في ت أس 45. ت أس 4 ن دي هتطلع معايا بواحد. طب ت أس 42 أقرب حاجة تتقسم هنا على الأربعة فين؟ ت أس 40 في ت تربيع. ت أس 40 احنا عارفين إن هي بواحد، ما 4 في 10. طب والت تربيع؟ ت تربيع بسالب واحد. السؤال الخامس بيقول لي مرافق العدد 3 ت ناقص 4. احنا عارفين إن احنا أصلا بنكتب العدد التخيلي على الصورة دي الحقيقي الأول والتخيلي بعدين، عشان لما نجيب المرافق بنغير إشارة التخيلي فيبقى سالب. فين هنا سالب 4 سالب 3 ت هي دي، يبقى احنا كده جبنا له المرافق. طب السؤال اللي بعده السؤال السادس بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد المركب 4 ناقص 7 ت. هنا هنغير إشارة الحقيقي وإشارة التخيلي، فيبقى المعكوس الجمعي سالب 4 زائد 7 ت اللي هي ب. في 7 بيقول لي مرافق العدد ت ناقص ت تربيع. طب ما تيجي نفك لي دول اول ونجيبها بأبسط صورة. الت سيبها زي ما هي، ت تربيع دي بكام؟ مش بسالب واحد؟ سالب واحد، كلام مظبوط. يطلع ان ده بيساوي ت زائد واحد اللي هو احنا بنقول عليه واحد زائد ت. هو عايز ايه اصلا في السؤال؟ عايز المرافق بتاع واحد زائد ت. ما مرافق الواحد زائد ت هو الواحد ناقص ت. في السؤال رقم 10 4 ناقص 3 ت في 4 زائد 3 ت. دول عددين مترافقان، فكنا بنيجي نضربهم، كنا بنيجي نقول الأول تربيع اللي هو 16 ناقص التاني تربيع اللي هو 3 ت يعني 9 ت تربيع. لما تيجي تفكله الكلام ده 16 ناقص ت تربيع بسالب واحد، سالب واحد في 9 يعني زائد 9، يطلع ده كله ب25 اللي هي الاختيار د. طب خش معايا في 11 بيقول لي اذا كان س وصاد عددين حقيقيين وكان واحد زائد ت أس 4 في واحد ناقص ت أس 7 بيساوي س زائد ت صاد. عايز س زائد صاد. تعال نفك له الكلام ده يا باشا. ت أس 4 احنا عارفين ان هي بكام؟ بواحد. واحد وواحد 2، ده خلاص اول ايه قوس. طب القوس اللي بعده ت أس 7. مش ت أس 7 دي عبارة عن ت أس 4 في ت أس 3؟ كلام مظبوط، يعني واحد ناقص ت أس 4 ت أس 3. عارفين ان ت أس 4 دي بواحد، وت أس 3 بسالب ت. سالب ت في سالب يبقى هنا 2 في واحد زائد ت. فك يا باشا ده، يعني 2 زائد 2 ت. يطلع عندك السين ب2 والصاد ب2 هي كمان. طب هو عايز ايه؟ س زائد صاد. 2 و2 كام؟ 4. كل الموضوع كله انك تفك التهات دي مع بعضها. المسألة رقم 12 بيقول لي مجموعة حل المعادلة 9 س تربيع زائد 4 في مجموعة الأعداد المركبة. حللوا المعادلة يا باشا. ودي الأربعة الناحية اللي هناك واقسم على التسعة، يبقى س تربيع هتساوي سالب 4. من هنا أقدر أقول له إن السين هتساوي موجب وسالب لأن إحنا خلاص شلنا التربيع 2 على 3 ت. طب هو فين موجب وسالب 2 على 3 ت؟ هي هي الوحيدة اللي فيها ت أصلا. بيقول لي هنا جذراء المعادلة س في س ناقص 2 بيساوي 5 يكونان. تعال نفك المعادلة دي الأول ونعرف هي بتتكلم عن إيه. س في س بس تربيع، س في 2 ب2 س، ودي الخمسة كمان تساوي 0. بنعرف منين أصلا نوع جذرية المعادلة؟ بنجيب ب تربيع ناقص 4 ألف جيم. الب تربيع بكام؟ الب تربيع اللي هي سالب 2 تربيع ب4 ناقص 4 في الألف بواحد، الجيم
بسالب 5. يعني هنا نقدر نقول 4 سالب 4 في سالب 5 بموجب 20، يعني تطلع 24 موجب. يبقى إذا العددان الجذرين بتوعنا حقيقيين مختلفين. بيقول لي عدد قيم س الحقيقية التي تحقق المعادلة. حل يا باشا المعادلة. مش هي 2 س تربيع ناقص 7 س ناقص 5 بيساوي 0؟ عندك طريقتين تحلل عادي او تجيبها بالقانون العام، ولكن هي في الاخر هتطلع 2 عشان ما نقعدش نحي مع بعض. حلل مع نفسك وده الناتج النهائي. بيقول لك المميز للمعادلة س زائد 2 لكل تربيع زائد 5. فك س تربيع زائد 4 س زائد 4 زائد 5 بيساوي 0. يبقى س تربيع زائد 4 س زائد 9 بيساوي 0. هو عايز المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج. ب تربيع 16 ناقص 4 في 1 في 9 يعني 36، ده هتساوي سالب 20. يبقى المميز هنا ايه؟ عدد سالب. بيقول لي جذراء المعادلة ج س تربيع زائد أ س زائد ب يساوي 0 يكونان عددان مركبان وغير حقيقيان إذا كانا. انت في الطبيعي كنت هتجري تقول ب تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر، بس هو ملخبطها لك هنا. مفروض ان الجيم اللي هنا دي كانت الألف والألف دي كانت الب والبه دي كانت الجيم. انت كل اللي يفرق معاك ايه؟ ان معامل س ده اهو لما ربعه اللي هو أ تربيع ناقص 4 في معامل س تربيع اللي هو ج في الحد المطلق اللي هو ب اصغر من الصفر. الكلام ده شبه ايه هنا؟ ما يشغلكش الرموز اللي هو حاططها لك، ارقام ولا رموز مش فارقه، المهم انك فاهم فتعرف تحل. ده فين هنا؟ ده هو الاجابه. ب أ تربيع ناقص 4 أ ج اصغر من الصفر. بيقول لي إذا كان أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي 0 وكان أ ج أصغر من الصفر. هو يعني إيه أصلا أ ج أصغر من الصفر؟ هي مش ب تربيع ناقص 4 أ ج هي اللي بتحدد لي جذور المعادلة حقيقيان متساويان ولا مختلفان ولا أصلا مركبان؟ لما يقول لي إن الألف ج ده أصغر من الصفر، أصغر من الصفر يعني إيه؟ يعني اللي هنا ده عدد سالب هيتضرب في العدد السالب اللي بره. يعني انا عندي ايا كانت قيمه الب، لان الب لو موجب هتتربع تبقى موجب، ولو سالب هتتربع برضه يبقى موجب. اذا انا عندي موجب والسالب في السالب تديني موجب. اذا موجب وموجب يعني ايه؟ يعني المميز في الاخر هيطلع اكبر من الصفر. اكبر من الصفر ده معناه ايه؟ ان جذرين المعادله حقيقيان مختلفان. السؤال 6 بيقول لي اذا كان أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي 0 حيث أ وب وج اعداد نسبيه، وكان ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي 25، يعني المميز موجب، فإن جذري المعادلة حقيقيان ومختلفان. ما عنديش حقيقيين ومختلفين هنا، ما انا عندي نسبيين ومختلفين. ما هو قايل لي ان أ وب وج اعداد نسبيه، فطبيعي لما اجيب المميز منهم يطلع عدد نسبي هو كمان. اذا الاجابه هي د. اذا كان المميز للمعادله التربيعيه 2 س تربيع زائد 5 س زائد ك بيساوي 0 يساوي 0، فان ك يعني هو مديني المميز بيساوي 0. المميز ب تربيع اللي 25 ناقص 4 في أ اللي هي ب2 في ج اللي هي ب4 كاف. هو مديهوني اصلا بيساوي 0. 4 في 2 ب8 في 4 ب32، يبقى 32 كاف. وديها هناك بالسالب وسيب ال25، يعني من هنا الكاف هتساوي 25 على 32 اللي هي دي. والله مسائل بسيطة وانتم مكبرين الموضوع. إذا كان جذراء المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد ك يساوي 0 حقيقيين. يعني ايه حقيقيين؟ يعني المميز ده أكبر من أو يساوي 0. تعال نحط المميز سالب 4 تربيع 16 كده كده أيا كان الب موجب ولا سالب في التربيع السالب بيروح، ناقص 4 في 1 بواحد في كاف، ده كله أكبر من أو يساوي 0. متباينة عادية خالص. 4 كاف أصغر من أو يساوي 16. خد بالك أنا قلبت أصغر منه أكبر من، لأن أنا وديت 16 الناحية اللي هناك وبقى عندي سالب فقسمت على سالب، ولما بقسم على سالب إشارة المتباينة بتتغير. اقسم على 4 تطلع الكاف أصغر من أو يساوي 4. معنى إيه أصغر من أو يساوي 4؟ يعني الكاف دي تنتمي لفترة نصف مفتوحة من سالب ما لا نهاية و4. فين هنا في الإجابات سالب ما لا نهاية و4؟
هنا اهي سالب ما لا نهايه واربعة نصف مفتوحه. في السؤال التاسع بيقول لي اذا كان جذر المعادله ك س تربيع ناقص 8 س زائد 16 بيساوي صفر مركبين وغير حقيقيين، ده معناه ايه؟ معناه ان المميز اصغر من صفر. تعالى يا سيدي نجيب له المميز. سالب 8 تربيع ب64 ناقص 4 في معامل س تربيع اللي هو كاف في جيم اللي هي ب16 اصغر من الصفر. ما هو لازم يطلع عدد سالب. 4 في 16 ب64، ما تنساش السالب اصغر من، نودي ال 64 هناك باشاره مخالفه يبقى 4 سالب 64. نقسم على سالب 64 اكبر من واحد. لما بنقسم على السالب الاشاره بتختلف. فين الكاف اكبر من واحد؟ هي دي. والله يا جدعان الرياضه بتاعت اولى ثانوي سهله وممتعه، كل ما في الموضوع انك تركز وتعرف تعوض صح. بيقول لي في المعادله التربيعيه د س بيساوي صفر اذا كان المميز سالب فاي مما ياتي يمكن ان يكون التمثيل البياني للداله د. لما كان المميز سالب كنا بنقول مجموعة الحل في ح فاي. امتى كانت مجموعة الحل في ح فاي؟ لما المنحنى ما يقطعش محور السينات في اي نقطة. فين هنا المنحنى اللي ما يقطعش محور السينات في اي نقطة؟ المنحنى د. بيقول لي كل من الاشكال الاتية تمثل منحنى الدالة د س بيساوي ا س زائد ب س زائد ج في اي من الاشكال يكون ب تربيع ناقص 4 ا ج بيساوي صفر. ده كان معنى ايه؟ ان العددان حقيقيان ومتشابهان، يعني جذر واحد هو اللي كان بيبقى موجود. طب امتى كان بيبقى بيانيا حل المعادلة جذر واحد؟ طب اي شكل من دول هو اللي كان بيديني ان المعادلة ليها حل واحد بس؟ لما كان المنحنى بيقطع محور السينات في نقطة واحدة بس. فين هي؟ هي برضو د. يجي هنا برضو ويقول لي مجموع جذري المعادلة س تربيع زائد 3 س ناقص 10 بيساوي صفر. هو احنا مش كنا بنقول لام زائد م بيساوي سالب ب على أ اللي هو سالب معامل س على معامل س تربيع؟ فين معامل س اللي هو سالب 3 ومعامل س تربيع اللي هو 1؟ يعني الحل د. بيقول لي إذا كان لام وميم هما جذرا المعادلة التربيعية 2 ص تربيع زائد 5 ص ناقص 12 بيساوي صفر، فإن لام زائد م على لام م. تعال نجيب له هنا لام زائد م كانت سالب معامل س على معامل س تربيع، يعني سالب 5 على 2. طب لام م كانت الحد المطلق على معامل س تربيع، يعني 12 سالب 12 على 2 اللي هي بتساوي سالب 6. هو عايز لام زائد م على لام م، يعني أنا ممكن أقول له سالب 5 على 2 على سالب 12 على الاتنين مع الاتنين يطلع 5 على ال 12 اللي هي الإجابة د. إذا كان مجموع جذري المعادلة 2 س تربيع زائد ب س زائد 14 بيساوي صفر وسالب 7 على 3. عايز قيمة الب. هو مش ده مجموع الجذرين اللي هو أصلا سالب ب على 3؟ 3 مع التلاتة سالب مع السالب تطلع الب ب7. والله أنا حاسس إن المسائل كلها تعويض مباشر. إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة ك ناقص 2 س تربيع ناقص 6 س زائد 12 بيساوي صفر هو 3، فإن ك حاصل ضرب جذري المعادلة ده اللي هو كان إيه؟ مش الجيم على الألف اللي هو 12 على ك ناقص 2، يبقى ك ناقص 2 هيساوي 12 على 3 4، يدينا من هنا إن الكاف بيساوي 6 اللي هي ج. إذا كان م و5 ناقص م هما جذراء المعادلة س تربيع ناقص ك س زائد 6 بيساوي صفر، فإن الكاف بيساوي. تعالى يا سيدي نجيب له مجموع جذري المعادلة اللي هما لام زائد م اللي هما م زائد 5 ناقص م يعني 5. طب مجموع جذري المعادلة كان بيساوي أصلا كام؟ سالب معامل ب على معامل أ يعني ك على 1، يعني الكاف تطلع ب5. في المعادلة التربيعية س تربيع زائد ج س زائد أ بيساوي صفر إذا كان مجموع جذريها يساوي حاصل ضربهما، فإن ج يساوي مجموع الجذرين يعني لام زائد م يساوي لام م. فكك من الرموز وهات له لام زائد م اللي هو كان سالب معامل س على معامل س تربيع اللي هي سالب ج. طب ولام م كان الحد المطلق على معامل س يعني أ على 1 اللي هو ب1، إذا هو عايز الج بيساوي، يبقى الجيم هيساوي سالب أ اللي هي الاختيار د. في السؤال 7 بيقول لي إذا كانت س بيساوي سالب 1 أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص ك س ناقص 6 فإن مجموع جذري المعادلة بيساوي. تعال نعوض الأول بالس بيساوي سالب 1 في المعادلة عشان نجيب قيمة الكاف. سالب 1 تربيع
واحد ناقص سالب واحد في سالب كاف يدينا موجب كاف، ناقص 6 بيساوي صفر، تطلع من هنا الكاف. واحد ناقص 6 يعني سالب 5 وده هناك تطلع الكاف ب5. هو عايز ايه اصلا؟ عايز مجموع جذري المعادله. مش مجموع جذري المعادله كان بيساوي سالب معامل س على معامل س تربيع. معامل س بكام؟ معامل س بكام؟ بسالب 5. لما تديله سالب كمان يبقى موجب 5 على 1 اللي هي موجب 5. إذا كان لام وميم جذرا المعادلة س تربيع ناقص ك زائد 2 في س ناقص 3 بيساوي صفر، ومديني لام زائد ميم بصفر، عايز قيمة الكاف. كلام بسيط. مش لام زائد ميم اللي هي بصفر دي بتساوي سالب معامل س على معامل س تربيع. سالب معامل س يعني كاف زائد 2، السالب طيارة السالب على 1، إذا الكاف زائد 2 هيساوي صفر. من هنا الكاف هتساوي سالب 2 اللي هي الإجابة ألف. بيقول لي إذا كان ميم واتنين على ميم هما جذري المعادلة، مدين المعادلة دي فيها مجهول ألف وب، عايز قيمة ألف. مش دول جذري المعادلة؟ هات له مجموعهم. ميم زائد 2 على ميم هتساوي وحد المقامات أدي ميم، اضرب مقص يا باشا هيطلع ميم تربيع زائد 2 ميم. طب هات له حاصل ضرب لام في ميم اللي هي أصلا هتحل لنا المسألة. ميم في 2 على ميم هيساوي 2. الاتنين دي اللي هي حصل ضرب الجذرين بتساوي ايه؟ الحد المطلق على معامل س تربيع يعني بتساوي 12 على ألف، يطلع من هنا الألف بيساوي 12 على 2 يعني 6 اللي هو أصلا عايزه. يعني الخطوة دي كلها كانت في البلوشي ملهاش لازمة. إذا كان لام وميم هما جذرين المعادلة س تربيع زائد س زائد 1 بيساوي صفر، فإن لام زائد ميم زائد لام ميم. هات له يا باشا لام زائد ميم هتساوي سالب معامل س اللي هو بواحد على معامل س يعني سالب 1. هات له لام ميم الحد المطلق على معامل س تربيع اللي هو بواحد، عايز لام زائد ميم زائد لام ميم. لام زائد ميم اللي هو سالب 1 زائد 1 يعني هيطلع في الآخر بصفر. ركز معايا يا ولا، ولو زهقت قوم هات لك كوبايه ميه غير حركتك كده، قوم اقف قوم اقعد وركز معايا في المساله دي. اذا كان جذراء المعادله س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي صفر، هما لام ولام يعني جذر واحد متشابه. ما تبقاش اهوج وتطلع تجري وتقول صفر، اصل ده المميز بيساوي صفر لان الجذرين متساويين. ده مش المميز، ده ب تربيع زائد 4 ج، خد بالك. طب اعمل ايه؟ تعالى كده نجيب علاقات ما بين الب والجيم، ما احنا مش عارفين نعمل حاجه. هات لي مجموع جذري المعادله اللي هو 2 لام هيساوي سالب ب على 1 اللي هي سالب ب. طب هات لي حاصل ضرب جذري المعادله اللي هم لام تربيع هيساوي ج. هو انا مش هنا اعرف اشيل الب واحط علاقه باللام وهنا اشيل الجيم واحط علاقه باللام؟ اسمع السالب كده، الب بيساوي سالب 2 لام. طب ما تيجي تعوض هنا، هو عايز ب تربيع سالب 2 لام يعني 4 لام تربيع زائد 4 ج، الجيم بلام تربيع يعني 4 لام تربيع. 4 لام تربيع 4 لام تربيع يعني ايه؟ يعني 8 لام تربيع، يعني ما طلعتش صفر زي ما انت كنت فاكر لو كنت اهوج وتسرعت. خش على السؤال رقم 12، بيقول لي حاصل ضرب جذور المعادلات ألف س تربيع مش عارف كذا وكذا وكذا، حيث ألف وب وج ثلاثة أعداد حقيقية غير صفرية. هو عايز حاصل ضرب جذور المعادلات دي. حاصل ضرب جذور المعادلات الأولانية ج على ألف، والمعادلة التانية ألف على ب، والمعادلة التانية ب على ج، مضربهم كده في بعض. ج على ألف في ألف على ب في ب على ج، دي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي ودي هتروح مع دي، يعني الإجابة في الآخر 1. حد شايف الرياضة صعبة؟ حد شايف اللي احنا بنعمله ده مجهود ضخم وعظيم؟ أظن إن الدنيا سهلة والدنيا بسيطة لو ركزت وشديت حيلك معايا. ركز في اللي جاي عشان اللي جاي مهم، وكل ما نتدرج كل ما بنوصل لحاجات أبعد في المنهج. بيقول لي إذا كان لام ولام تربيع هما جذران المعادلة، ومديني المعادلة دي عايز قيمة المجهول اللي هو الب. لام ولام تربيع هما الجذرين، يعني مجموع الجذرين كام؟ لام زائد لام تربيع، وحصل ضربهم لام تكعيب. هو انا مش من حصل الضرب اقدر اجيب قيمة لام؟ وحصل ضرب الجذرين ده بيساوي ايه؟ بيساوي 54 على 2، يعني اللام تكعيب هيساوي 27، تطلع من هنا اللام ب3. لو عوضت فوق هنا يبقى مجموع الجذرين لام زائد لام تربيع اللي هي 3 زائد 9 تطلع 12. طب فين مجموع الجذرين اللي هو سالب ب على 2 هيساوي 12، تطلع الب من هنا 2 في 12 ب 24، اقسم على سالب يعني سالب
24 فين هنا اللي هي ب. بيقول لي اذا كان احد جذور المعادله س تربيع ناقص 3 س زائد ج يساوي ضعف الجذر الاخر، يعني الجذر الاولاني لام والجذر الثاني 2 لام. عايز قيمه الجيم، نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. هنجيب قيمه اللام من المجموع بتاع الجذرين. مجموع الجذرين هنا ايه؟ لام و2 لام 3 لام هيساوي سالب معامل س اللي هو 3 على معامل س تربيع اللي هو بواحد، يطلع من هنا اللام بواحد. روح على حاصل ضرب الجذرين، حاصل ضرب لام في 2 لام 2 لام تربيع هيساوي ج على واحد. اللام بواحد، عوض عن اللام هنا تطلع الجيم بتساوي 2 في واحد باتنين اللي هي الإجابة ج. إذا كان أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص ب ناقص 3 ده معامل س كله زائد 5 معكوسا جمعيا للآخر، يعني واحد فيهم لام والتاني سالب لام. واحد يقول لي أنا هروح أعمل زي ما عملت فوق وأجيب اللام دي من حاصل ضرب جذري المعادلة وبعد كده أعوض فيها في حاصل جمع جذري المعادلة عشان أجيب اللام. يا تخليك ذكي يالا، شغل الجمجمة دي يالا، أبوك بيصرف عليك ياد مش ببلاش، أنت زمانك متغدي فراخ يالا. يا تركز يا ولا. هو احنا مش عايزين الب والب دي في حاصل جمع جذري المعادله؟ هو حاصل جمع جذري المعادله ايه؟ لام ناقص لام اللي هما بكام؟ بصفر. لام ناقص لام. طب هنا بنقول سالب معامل س على معامل س تربيع، يعني ب ناقص 3 هيساوي صفر. من هنا نقدر نقول ان الب بيساوي 3 اللي هي دي. بيقول لي اذا كان احد جذري المعادله ا س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بيساوي صفر معكوسا ضربيا للاخر، فان ا تساوي. يا تخليك ناصح يالا، يا تخليك ناصح يالا، مش هو عايز الالف والاتنين معكوس ضربي، يعني لام واحد على لام. حاصل ضرب جذري المعادله ايه؟ بواحد يا ولا، ما هو واحد في معكوسه الضربي هيساوي حاصل الضرب هنا اللي هو 2 على الف. نقدر نقول من هنا ان الالف هيساوي 2 اللي هي ج. خش على السؤال اللي بعده. إذا كان أحد جذري المعادلة ك ناقص 3 في س تربيع ناقص 5 س زائد 2 ك بيساوي 8 معكوسا ضربيا للآخر، يعني لام وواحد على لام. هو عايز قيمة الكاف. ما هي سهلة زي اللي فاتت. واحد هيساوي الحد المطلق، ما تقولوش 2 كاف، الحد المطلق 2 كاف ناقص 8 لأن ال8 هتدخل الناحية دي. 2 كاف ناقص 8 على معامل س تربيع اللي هو ك ناقص 3 طرفين في وسطين، يبقى ك ناقص 3 هيساوي 2 ك ناقص 8. هات الكاف الناحية دي وقد ال8 هناك. 2 ك ناقص ك تدينا ك. 8 ناقص 3 5 تطلع الكاف بموجب 5 اللي هي أ. في المسألة 18 بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة 2 س تربيع ناقص ك زائد 2 في س زائد ك تربيع زائد 2 ك معكوسا ضربيا للآخر. هي مش دي كلها الحد المطلق وده معامل س تربيع؟ هو بيقول لي معكوسا ضربيا، يعني حصل ضرب جذري المعادلة هيساوي 1. يبقى ك تربيع زائد 2 ك على 3 يساوي 1. اضرب طرفين في وسطين، يبقى ك دي تربيع ما تنساهاش، تربيع زائد 2 ك ناقص 3 بيساوي صفر. ضربنا ال3 الناحية دي وبعد كده عديناها بعكس الإشارة. حلل يا ريس. ك وك موجب وسالب، 1 في 3 والفرق ما بينهم 2 والكبير ياخد إشارة الحد الأوسط. تطلع من هنا الكاف بسالب 3 ومن هنا الكاف بواحد. فين سالب 3 وواحد؟ هي أ. في المسألة دي بيقول الشكل المقابل يمثل منحنى دالة س بيساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. عايز قيمة ب زائد ج. أنا عندي هنا المنحنى قطع السينات في 2 بس، يعني ليه جذر واحد بس اللي هو 2. لما أجي هنا وأقول له مجموع جذري المعادلة اللي هما لام ولام اللي هو جذر واحد اللي هما 4 هيساوي سالب ب على أ. طب وحصل ضرب جذري المعادلة اللي هما 2 برضو في 2 ب4 هيساوي ج على أ. وانا معرفش اقسم دي على دي، اعرف 4 على 4 هيساوي سالب ب على أ وج على أ. دي كلها بواحد، أ هيروح مع الألف يعني سالب ب على ج هيساوي 1، يعني سالب ب يساوي الجيم. هو عايز ايه هنا؟ ب زائد ج. شيل الجيم وحط مكانها سالب ب يطلع الناتج بصفر، وهو ده
اللي احنا عايزينه. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الداله، مديني داله س س تربيع زائد ك س زائد ن، مديني فيها مجهولين اللي هما الكاف والنون، وعايز ك زائد ن. مديني هنا المنحنى بيقطع س في نقطتين اللي هما 3 و1، يعني لام زائد م هيساوي 4 ولام م هتساوي 3. تعال نجيب له هنا لام زائد م اللي هي سالب ك على 1 هتساوي 4. من هنا اقدر اقول له ان الكاف هتساوي سالب 4. طب واللام م اللي هو ن على 1 هيساوي 3، يعني النون بيساوي 3. هو عايز كاف ونون، سالب 4 و3 يعني سالب 1. في الشكل المقابل منحنى الدالة اللي هي س تربيع ناقص 8 س زائد ك زائد 1، خلي بالك ده كله حد المطلق، عايز قيمة ك، ومديني هنا ان المنحنى بيقطع في نقطتين ما بينهم 2 وحدة. لو افترضنا ان ده لام هيطلع ده لام زائد 2. الكلام ده معناه ان مجموع جذري المعادلة هيساوي 2 لام زائد 2. طب وحصل ضربهم، لام في لام زائد 2 هيساوي لام تربيع زائد 2 لام. مش انا اقدر اساوي المعادلة دي بالصفر وهنا اجيب من مجموع جذري المعادلة اللي هم 2 لام زائد 2 ده هيساوي سالب معامل س، هو سالب 8 في سالب تبقى 8 على معامل س تربيع اللي هو بواحد، يبقى الاتنين لام هيساوي 6. تطلع من هنا ان اللام ب3. كلام مظبوط. طب هات له حاصل ضرب جذرية المعادلة، ك زائد 1 على 1 خلاص مش مشكلة، هيساوي لام تربيع زائد 2 لام. مش احنا جبنا اللام ب3، لام تربيع ب9 زائد 2 لام اللي هي ب6. الكاف هتساوي 9 زائد 6 15، نقص منهم 1 يبقى 14. تطلع هنا الكاف ب14. السؤال 22 بيقول لي إذا كان س بيساوي سالب 3 أحد جذري المعادلة 2 س تربيع زائد ك س ناقص 3 بيساوي صفر، فإن الجذر الآخر يساوي. امسك السين دي عوض بها في المعادلة، هات الكاف. سالب 3 تربيع ب9 في 2 18 زائد الكاف في سالب 3 يعني سالب 3 كاف، دي خلاص إيه مش موجب، سالب 3 كاف سالب 3 بيساوي صفر. 18 ناقص 3 15، يبقى 3 كاف هيساوي 15. تطلع من هنا الكاف بيساوي 5، يعني دي هنا 5. حلل عشان تجيب له الجذرين التانيين. ادي 2 س وس، هنا 1 وهنا 3، 2 في 3 ب6، 1 في 1 ب1 والفرق ما بينهم 5. ودي الكبير الإشارة بتاعة الحد الأوسط، يبقى عندي السين هنا زائد 3 و2 س ناقص 1 يساوي صفر. دي خلاص احنا جبناها اللي هو اصلا مديها لنا بسالب 3، يبقى الاتنين س هتساوي 1. من هنا السين بنص، وده الجذر التاني اللي هو عايزه. في المسألة 23 بيقول لي إذا كان لام وميم هما جذراء المعادلة س تربيع زائد لام س زائد م حيث م لا تساوي الصفر. الشرط بتاع م لا تساوي الصفر عشان ما ينفعش يبقى فيه صفر في المقام. تعالى يا سيدي نجيب له لام زائد م من المعادلة. هنا لام زائد م هيساوي سالب لام على 1. طب ولام م، لام م هتساوي م. من المعادلة دي الميم هتطير مع الميم بتطلع اللام ب1. عوض عن اللام هنا ب1، 1 زائد م بيساوي سالب 1، تطلع الميم بسالب 2. تعال عوض هنا عن اللام ب1 والميم بسالب 2، تطلع الإجابة ج اللي هي سالب نص. بيقول لي إذا كان الإحداث السيني لرأس منحنى الدالة د س بيساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي 2، فإن مجموع جذري المعادلات دي هتساوي إيه؟ ما كنا بنجيب نقطة رأس المنحنى كنا بنقول إن هي الإحداث السيني بتاعها سالب ب على 2 أ، والإحداث الصادي دالة سالب ب على 2 أ. تعال نجيب هنا سالب ب على 2 أ، مش ده الإحداث السيني لنقطة رأس المنحنى اللي هو بيساوي 2، الاتنين تتضرب في 2 يبقى سالب ب على ألف هتساوي 4. سالب ب على ألف ده بيفكرك بإيه؟ مش هو مجموع جذري المعادلة سالب معامل س على معامل س تربيع، يعني طلعت ب4 أصلا في الآخر. قال لك يا سيدي الدالة هنا صفرية في التقاطع مع محور السينات، أدي تقاطع وأدي تقاطع. أجي هنا وأقول له دالة س تساوي صفر عندما س تنتمي للمجموعة 1 و4. دي أول نقطة.
طب الموجب والسالب ادرسه ازاي؟ فوق س موجب تحت س سالب، يعني ده موجب لحد هنا وده سالب لحد هنا، واللي فوق السين برضو موجب. اذا دالة س موجبة فين؟ ودالة س موجبة عندما س تنتمي. الدالة هنا موجبة فين؟ في كل ح ما عدا الحتة اللي مضايقاني دي. طب ما اشيلها من ح، يبقى هنا ح فرق 1 و4 وفترتهم مقفولة عشان أنا عايز أشيلهم من ح، أطلعهم بره الحل خالص. إذا هي موجبة في الفترة دي. طب دالة س سالبة فين؟ في الفترة اللي أنا شلتها 1 و4، هي سالبة في النص بس، يبقى هو ده اللي أنا عايزه. س تربيع ناقص 7 س زائد 10 أصغر من الصفر. قال لك فكك من المتباينة دي وهات معادلتها وصفرها. س تربيع ناقص 7 س زائد 10 بيساوي صفر. هحلل دي س ناقص وس ناقص. العشرة 2 في 5 ومجموعهم 7 بيساوي صفر. تطلع من هنا السين ب2 والسين ب5. اجري على طول واعمل خط الاعداد واحط له الاتنين واحط له الخمسة واقول له في النص عكس اشارة س، يعني ده سالب وهنا موجب وهنا موجب. وارجع بقى للمتباينة الاصلية. هو كان طالب مني ايه؟ دي دالة وعايزها اصغر من الصفر، يعني عايز الحل السالب بتاعها. فين الحل السالب على خط الاعداد؟ اهو من 2 ل5، ولكن الاتنين مفتوحين. هقول له مجموعة الحل هتساوي 2 و5. بس كده هندسة؟ اه والله بس كده، هو ده اللي عايزه، هو ده حل المتباينة. طب لو كان جه في المسألة دي وغير لي دي وقال لي انا عايز الاكبر، كنت هقول له ايه؟ كنت هاجي اقول له مجموعة الحل هتساوي اكبر يعني موجب. الموجب فين؟ خط الاعداد كله ما عدا الجزء السالب اللي احنا جبناه. فكنا هنقول ح فرق والفترة المغلقة 2 و5. نخش على المسألة اللي جنبها وبيقول لي سالب س تربيع زائد س ناقص 1 أكبر من الصفر. هات معادلتها يا سيدي. سالب س تربيع زائد س ناقص 1 بيساوي صفر. اقسم على السالب وظبط المعادلة. س تربيع ناقص س زائد 1 بيساوي صفر. حلل يا دولي. س وس سالب وسالب، واجي ابص هنا والاقي المعادلة ما بتتحللش. اوبا، ما بتتحللش يعني ايه؟ معرفش. طب ما تيجي كده نجيب لها المميز زي ما كنا بنجيب في الحصة اللي فاتت. ب تربيع ناقص 4 ألف ج بيساوي ب تربيع الواحد تربيع بواحد ناقص 4 في معامل س بواحد في الحد المطلق بواحد، تطلع دي كلها 1 ناقص 4 بسالب 3، يعني أصغر من الصفر. يعني حل المعادلة دي كان بيبقى عددان مركبان مختلفان. وأنا مش من شوية في بحث إشارة الدالة قلت لك لو العددين طلعوا مركبان مختلفان هاخد خط الأعداد كله زي إشارة س تربيع؟ كلام مظبوط. تعال نرجع للمسألة تاني وأقول له هنا ده خط الأعداد وكله زي إشارة س تربيع في المتباينة الأصلية اللي هي سالب، يبقى ده كله سالب معايا. المتباينة الأصلية بيقول لي سالب س تربيع زائد س ناقص 1 أكبر من الصفر، يعني أعداد موجبة، وأنا خط الأعداد كله طلع معايا بالسالب. إذا مجموعة الحل بتساوي فاي، لأن أنا ما عنديش أي أعداد على خط الأعداد أكبر من الصفر. ناخد متباينتين جداد وبيقول لي س تربيع أصغر من أو يساوي 6 س ناقص 9. قبل ما تحولها لمعادلة ظبطها الأول وخليها صفرية. يبقى هنا س تربيع ناقص 6 س زائد 9 أصغر من أو يساوي صفر. هنا تبدأ تجيب معادلة وتحلل. يبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 9 بيساوي صفر. حلل مقدار ثلاثي بسيط، س ناقص وس ناقص، وخلاص احنا عرفنا التحليل. وما كنتش عارف التحليل ارجع شوف اول فيديو عندك في اولى ثانوي هتلاقيني مراجع لك على التحليل كله. التسعة دي 3 في 3 ومجموعهم 6 يطلع هنا
السين ب3 جذر 1 حقيقي. ارسم له خط الاعداد واقول له هنا ال3 اللي عندها السين ب0، وابحث اشاره الداله يبقى يمين وشمال زي اشاره س تربيع اللي هي عندي في المتباينه الاصليه بموجب. اروح ابص على المتباينه اللي احنا جبناها دي بعد ما اتعدلت، الداله دي اصغر من او يساوي الصفر، يعني عايز الصفر والاعداد السالبه. ما عنديش اعداد سالبه ولكن عندي الصفر اللي هو ب3، اذا مجموعه الحل هتساوي 3. يعني ببساطه لو عوضت ب3 في المتباينه دي هتحلها لك وهتطلع لك في الاخر صفر. المساله اللي جنبها والموضوع كله بقى اشبه بحصه التحليل. وزع يا سيدي السين على القوس تبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 4 أكبر من أو يساوي الصفر. اعمل معادلة س تربيع ناقص 4 س زائد 4 بيساوي الصفر. حلل يا باشا. المفروض بقى أنت بقيت بتحلل بالعين، بس برضه حلل بورقة وقلم عشان في حاجات بتوقعك وما يقع على الشاطر. يبقى س سالب وس سالب 2 في 2 ب4 ومجموعهم 4 تطلع السين ب2. ارسم له يا ريس خط الأعداد وحط له الاتنين اللي هيطلع عندها المعادلة بصفر، ويمين وشمال زي إشارة س تربيع اللي هي موجب. ادي الموجب. في المتباينة الأصلية يا سيدي بعد ما احنا فكينا القوس قال لك أنا عايز الدالة دي أكبر من أو يساوي الصفر. أكبر من أو يساوي الصفر ده أنا طالع لي الصفر وكمان طالع لي الموجب، وهو عايز من أول الصفر للموجب. كلام بسيط خالص. يبقى مجموعة الحل هتساوي ح كلها. ازاي ح كلها؟ مش انا طالع لي يا ابني لو عدد اكبر من 2 ده 3 ده 10 ده ما لا نهاية هيديك موجب، وهنا -3 ولا سالب ما لا نهاية هيديني موجب، والصفر برضه موجود هو قال لي اكبر من او يساوي الصفر. اذا كل الاعداد الحقيقية هتحقق المتباينة دي. خش في المثال اللي بعده وحاجة برضه بسيطة من درس المعادلات. بيقول لي س تربيع أصغر من أو تساوي 4، يعني هقول له س تربيع ناقص 4 أصغر من أو يساوي الصفر. هاجي أعمل دي معادلة س تربيع ناقص 4 بيساوي الصفر، وأجي أقول له بمنتهى البساطة إن الس تربيع بيساوي 4، يعني السين بتساوي موجب وسالب كسر 4، يعني موجب وسالب 2. أروح أعمل له على خط الأعداد. الموضوع بقى بسيط خالص، بقى في إيدك ملبن. سالب 2 و2 ده عندها بصفر وده عندها بصفر، جذرين حقيقيين، يبقى اللي في النص عكس إشارة س تربيع، وس تربيع عندي بالموجب، إنما اليمين والشمال زي إشارة س تربيع بالموجب. وأبص على المتباينة بعد ما عدلناها اللي هي دي، هو عايز أصغر من أو يساوي الصفر، يعني عايز الصفر والأعداد السالبة. الدالة هنا إمتى ادتني صفر وإمتى ادتني أعداد سالبة؟ ادتني الصفر عند السالب 2 و2، وادتني أعداد سالبة ما بينهم. إذا مجموعة الحل هتساوي فترة مغلقة سالب 2 و2، لأن سالب 2 و2 هقول الصفر واللي جواهم هيجيب لي أعداد سالبة. نسمي الله ونخش على آخر مسألة عندنا في حصة النهاردة وآخر مسألة في الجبر كله. بيقول لي يا سيدي س زائد 3 كل تربيع أكبر من أو يساوي 10 ناقص 3 في س زائد 3. وكأنه جمع لك جزئين في فك المعادلات التربيعية زي الحصة الأولانية، قوس كل تربيع وقوس مضروب في رقم. تعالى يا سيدي فك القوس الأولاني لوحده. الأول تربيع زائد التاني تربيع زائد الأول في التاني في 2، 2 في 3 ب6، س أكبر من أو يساوي 10 سالب 3 في س سالب 3 س سالب 3 في موجب 3 بسالب 9. ما تيجي تودي ده كله الناحية دي، يبقى س تربيع زائد 9 زائد 6 س. 10 تروح هنا تبقى سالب 10، سالب 3 س تروح هنا تبقى موجب 3 س، سالب 9 تروح هنا تبقى موجب 9. ده كله أكبر من أو يساوي صفر. جمع المتشابه تطلع هنا س تربيع ملهاش متشابه، 6 س و3 س 9 س. 9 ناقص 10 سالب 1، سالب 1 و9 8 أكبر من أو يساوي الصفر. عملنا المتباينة اللي احنا عايزينها. خد المتباينة حولها لمعادلة س تربيع زائد 9 س زائد 8 يساوي صفر. حلل يا ريس، قوسين مضروبين في بعض، س زائد
وس زائد عشان إشارة الحد المطلق موجب. 1 في 8 ب8 ومجموعهم 9. يطلع من هنا السين بسالب 1 والسين بسالب 8. أروح أعمل له خط الأعداد وأمثل السالب 1 اللي عنده الصفر والسالب 8 اللي عندها الصفر. السالب 8 أصغر من السالب 1 يا اسطى. فوق يا اسطى وركز الله يرضى عليك. وارجع للمتباينة. هو عايز الدالة دي لما تكون أكبر من أو تساوي الصفر. الأول تعالى نبحث إشارة الدالة اللي في النص عكس إشارة س تربيع، يعني سالب ويمين وشمال موجب. هو عايز الأعداد الموجبة والصفر. موجبة وصفر يعني من أول هنا لهنا، وخد بالك الصفر معانا. يبقى مين اللي مش معانا؟ اللي جوه ده. يبقى مجموعة الحل هتساوي ح فرق فترة مفتوحة سالب 8 وسالب 1، وهنا الفترة مفتوحة لأن أنا عايز السالب 8 والسالب 1 يبقوا جوه مجموعة الحل. شمر لي إيدك يلا وتعالى ندخل في الأسئلة المقالي. بيقول لي اوجد قيمتي س وص اللتين تحققان المعادلة الآتية: 3 س زائد 1 زائد 4 ص بيساوي 7 ناقص 20 ت. في المعادلات اللي زي دي اتفقنا ان احنا بنساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. الجزء الحقيقي هنا اللي هو 3 س زائد 1 بيساوي هنا 7. من هنا اقول له 3 س بتساوي 6 والسين تطلع ب2. طب والحقيقي 4 ص هيساوي سالب 20، تطلع الصاد بسالب 5. هو عايز قيمة س وصاد. سؤال رقم 2 بيقول لي عايز قيمة س وصاد. المقدار اللي هنا ده تعال نبسطه الأول. 4 زائد ت في 4 ناقص ت دول عددين مترافقان. الأول تربيع اللي هو 16 ناقص التاني تربيع اللي هو ت تربيع على 2 ناقص ت. فك اللي فوق ده 16 ناقص ت تربيع بسالب 1 يعني زائد 1 على 2 ناقص ت يعني 17 على 2 ناقص ت. لسه عندي مشكلة في المقام. اضرب في المرافق فوق وتحت. 2 زائد ت و2 زائد ت. 2 في 17 ب34 زائد 17 ت على دول عددين مرافقين. قلنا 4 ناقص ت تربيع هيساوي 34 زائد 17 ت على 4 ناقص سالب 1 يعني زائد 1 اللي هي 5. يبقى 34 على 5 زائد 17 على 5 ت، وهم دول قيمة السين والصاد. تعالى بنخش في المسألة رقم 3 في المقال. بيقول لي اوجد في أبسط صورة 1 ناقص ت أس 10 زائد 32 ت أس 100. الجزء الأولاني 1 ناقص ت أس 10 ده ممكن نخليه 1 ناقص ت أس 2 الكل أس 5 زائد 32 ت أس 100. أي حاجة تتقسم على 4 بواحد. ت أس 4 بواحد يعني 32. فك المقدار اللي جوه ده. الأول تربيع ناقص الأول في التاني في 2 ت زائد الأخير تربيع كل ده أس 5 زائد 32. يطلع لي هنا 1 ت تربيع بسالب 1. 1 ناقص 1 ناقص 2 ت أس 5 زائد 32. دول هيطيروا بعض. 2 ت أس 5. ت أس 5 بكام؟ بت أس 4 في ت. ينزل لي هنا سالب 2 ت أس 5 زائد 32. سالب 2 أس 5 الأس فردي، السالب يفضل موجود. 2 أس 5 ب 32. ت أس 5 اللي هي بتساوي ت اللي هي بتساوي ت أس 4 في ت زائد 32. ده أبسط صورة ممكن نخليها له 32 ناقص 32 ت. السؤال اللي بعده بيقول لي ضع المقدار ده في أبسط صورة اللي هو س زائد ت ص. الجزء الأولاني ده ت تربيع بسالب 1. 1 ناقص سالب 2 يدينا سالب 1. افتح قوس. هنا 1 زائد 2 ت أس 5 لسه جايبينها فوق ب2 ت زائد 5 ت أس 6 يعني ت أس 4 في ت تربيع. ت أس 4 بواحد وت تربيع بسالب 1. إذا دي هتبقى سالب 5. يعني هنا سالب 1 في 1 وسالب 5 سالب 4 زائد 2 ت. وزع السالب يبقى 4 ناقص 2 ت، وهو ده
ابسط صوره. بيقول لي في المساله دي حدد نوع جذري كل من المعادلات الاتيه: س تربيع ناقص 2 س زائد 5. اجي اقول له ب تربيع ناقص 4 الف ج هيساوي الب بكام؟ بسالب 2 تربيع ب4 ناقص 4 في الف بواحد في ج اللي هو ب5 يساوي 4 ناقص 4 في 5 ب20 يطلع سالب 16 أصغر من الصفر، إذا الجذران مركبان. خش في اللي بعده على طول. بيقول لي س تربيع ناقص 10 س زائد 25. عايز برضه يحدد نوع جذرية المعادلة. هجيب له ب تربيع ناقص 4 ألف ج الب ب10 تربيع ب100 ناقص 4 في ألف بواحد في ج ب25 هتساوي 100 ناقص 4 في 25 ب100 هتساوي صفر، إذا الجذران حقيقيان متساويان. خلصنا يا باشا بالمسائل دي. خش على اللي بعده. بيقول لي إذا كان جذراء المعادلة س تربيع ناقص 3 س زائد 2 زائد 1 على ك حقيقيان متساويان اوجد قيمة ك. أقول له ب تربيع اللي هي سالب 3 تربيع ب9 ناقص 4 في 1 في دي ج كلها 2 زائد 1 على ك دي كلها ج. هو عايزهم ايه؟ حقيقيين متساويين، يعني المميز بصفر. يبقى هنا 9 ناقص 4 في 2 ب8 زائد 4 على ك بيساوي صفر. 9 ناقص 8 يعني 1 ناقص 4 على ك اضرب في ك يعني ك ناقص 4 بيساوي صفر. تطلع من هنا الكاف بتساوي 4. بيقول لي في السؤال 8 في كل مما يأتي اوجد قيمة ك التي تجعل أحد جذري المعادلة س تربيع زائد ك ناقص 1 س ناقص 3 بيساوي صفر هو المعكوس الجمعي للجذر الآخر، يعني لام وسالب لام. هقول مجموع جذري المعادلة لام زائد سالب لام يعني بصفر، اللي هو بيساوي برضو سالب ك ناقص 1 على 1 يعني سالب ك زائد 1 بيساوي صفر. تطلع الكاف بيساوي 1. هنا يا باشا قالك معكوس ضربي، يعني لام 1 على لام، يعني حاصل ضرب الجذرين هيساوي 1. حاصل ضرب الجذرين هنا ج على ألف ك تربيع زائد 4 على 4 ك هيساوي 1. يبقى ك زائد 4 هيساوي 4 ك. هات الكاف الناحية دي تبقى 3 ك بيساوي 4، تبقى الكاف بتساوي 4 على 3. هو ده اللي هو عايزه. في السؤال 9 بيقول لي يوجد قيمة ألف والجذر الآخر إذا كانت س بيساوي سالب 1 أحد جذري المعادلة. هعوض عن هنا بسالب 1. سالب 1 تربيع ب1 2 في سالب 1 ب2 زائد ألف بيساوي صفر، يطلع الألف بسالب 3. عوض بيه فوق تبقى س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 بيساوي صفر. حلل يا باشا. 3 في 1 فرق ما بينهم 2 والكبير ياخد إشارة الأوسط، يبقى الس ب3 وس بسالب 1. دي هو كان مديها لي، اما ده الجذر التاني اللي هو عايزه. بكده نكون خلصنا اول حصه مراجعه ليله امتحان الاولى ثانوي، وخلصنا فيها الجبر بالكامل. عايزك يا بطل تشد حيلك معايا، لان الموضوع ان شاء الله هيبقى ابسط من البساطه، وان شاء الله هتدخلوا تقفلوا الامتحان. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعي لي دعوه بظهر الغيب. ولو انت ما دخلتش كوميونتي الواتساب ادخلوا، هتلاقي اللينك تحت. واشوفكم الحصه الجايه على خير في مراجعه جديده، والسلام عليكم.